النقطة الأولى على مود شوية يعني على مود الشارع يعرف أنه دستوريا لم يكن استحقاق المالكي رئاسة الوزراء بالكتلة الأكبر، لأن الدستور الكتلة الأكبر تعريفها هي نصف زائد واحد، والمالكي لم يحصل نصف زائد واحد قطا لأنه إلا بالائتلاف بالتحالف الوطني أو الائتلاف الوطنية. هذه نقطة على السطر. اثنين، موضوع صحيح. لا هذا دستور الكتلة الأكبر النصف زائد واحد. لا بعد الائتلافات هذا مو لا كان هذا مو شلون مو صحيح؟ اصلا ما قاطعتك. بعد الكتلة الأكبر كان المفروض بعد بال 2010 91 هذا مو نقاش. لا بس خليني أكمل ما قاطعتك. كان التحالف اللي كان 130 أو 140. هسه راح تعترفون بحقنا. لا الكتلة الأكبر حسب المحكمة الاتحادية اللي هي تشكل بنصف زائد واحد بالاعداد ما محدد رقم استاذ عواد. يقول اكبر. ركز لي على الموضوع. ركز لي على الموضوع. ما شنو سر خلافكم مع دولة القانون؟ شنو سر؟ ليش السيد دائما يقول لك ب10 بيانات لازم بعد 2003 بعد 2003 ما يختلف اثنين. الممانع الأول والرافض الأول للاحتلال الأمريكي هو سماحة السيد مقتدى الصدر، وما كان واحد يتجرأ أن يقول احتلال غير مقتدى الصدر. الكل قوات صديقه وتحالف دولي. الكل كنا نقول احنا هسه انا اقصد تحكي بس التحالف الوطني واحد، بس احنا كنا نقول اقصد احنا ما زلنا شو قلت لك الكل متفق علي ما قاطعت ولا واحد. شوف شلون شوف الزنابير تعيش الزنابير جيده. اثنين لولا سماحه السيد مقتدى الصدر المالكي ما يصير رئيس وزراء بالدورتين. واتحدى واحد يقول لي لا بالدورتين. لولا سماحه السيد مقتدى الصدر المالكي يحلم يصير رئيس وزراء. السيد مقتدى الصدر هو اللي خلى المالكي رئيس وزراء بالدوره الاولى ب 2006 بشرط كان انه المقاومه تبقى مستمره. معنى كلامك انه الان اسمع خليني اكمل لك. يحملوا لي حكومتي المالكي يتحملين السيد مقتدى الصدر. صح المالكي اسمح لي ما اعطيك هسه انطيك. بقى سماحه السيد حامل لواء المقاومه، مقاومه الاحتلال الامريكي. المالكي تعثر بالمحاصصه، 6 وزراء عند السيد مقتدى الصدر، 6 وزراء في 2007، 6 وزراء مو واحد واثنين، 6 وزراء، وزير الصحه والزراعه والنقل والوزراء الحكومه الاولى. المالكي تعثر وقال انه ما اقدر ادير الوزراء دول كلهم محاصصه، اسحب الوزراء 6، قال له جيب وزراء اكفاء مهنيين مستقلين بال2000. شوف الفضل الثاني لسماحه السيد. رد الجميل. المالكي رد الجميل لمن؟ السيد مقتدى الصدر راح زار من؟ زار الولايات المتحده الامريكيه، خلى اكليل ورد على قتل الامريكان اللي قتلوا العراقيين. هذا مو مسمى يغيظنا، هذا صار عدونا. لا بالدرجه احنا نعم انت تخلي ورد انت بيك جرأه. وانت ليش مشارك بعمليه سياسيه بنوها الامريكان؟ واحنا لا كان هذا شرطنا هذا شرطنا المقاومه تبقى. العبادي يوميا رايح لامريكا لا ما قاطعتك استاذ صلاح ما قاطعتك، بس ما خلى ورد على الامريكان، قتل الامريكان ويتبجح بها، ما خلى ورد. اعطاك صوره ويا ترامب. هسه هذه صوره ادتك على قتله امريكان قتلوا العراقيين وجهارا نهارا. رجع سماحه السيد ما عنده طمع مثل المالكي بالمنصب، ولا يقول من نطيها، ولا يقول اني اريد هذا المنصب. سماحه السيد قال له احنا نريد نخدم الشعب. شو تريد انت؟ شو تريد المالكي؟ وزراء نسحبهم؟ اسحب وزراء. تقول انه اكو امور مختلفه، هذا اللي وياك. انطاه كل الصلاحيات ودعم مباشر، والا انه المقاومه تجابه من قبل المالكي بالتعاون مع البريطانيين والامريكان، وهذه واضحه ما يختلفون عليها اثنين. استعان بهم، ولا بالبصره استعان بالبريطانيين المالكي وقتل الناس الابرياء. وبالمناسبه اللي صوله الصوله اسمح لي لا اللي نقلوه البريطانيين الصوله انا ما استخدم العداء، بس انت قلت عدو. العداء بدا من 2008 من صوبة الفرسان. لا من راح الامريكا وخلى اكليل ورد على القتل الامريكان. زين ليش المالكي خلينا نقول جماهيريته ارتفعت وصار صوبة الفرسان؟